السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد لليوم. كل عام وإنتم بألف خير، رمضان على الأبواب. رح نبدأ بوصفة من الوصفات المميزة لشهر رمضان، أكيد السمبوسك. عنا اليوم سمبوسك الباف، من أنواع السمبوسك الجدا مميزة وسهلة، ومن أنواع السمبوسك كمان اللي نقدر نحتفظ فيها في الفريزر لطول شهر رمضان، نطول ونقلي منها مباشرة بالزيت الغزير. لاحظوا اللون ولا أروع من هيك، الحبات بتنفخ معي وقرشتها كمان بتضلها طول الوقت. فرح نبدأ مع بعض الوصفة. نقول بسم الله. أول إشي رح أحط بوعاء 4 أكواب من الطحين، طبعا أنا بستعمل الأكواب المعيارية. رح أحط معلقتين من النشا، وراح أحط هون عندي معلقة من الملح ونص كوب من الزيت النباتي. راح أدمج كل المكونات هاي مع بعض بأطراف الأصابع. أنا هون عم ببس الطحين، يعني عم بغلغل زيت الموجود عندي، الزيت النباتي بالطحين، أخليه يتشرب معي كلياته عبال ما أحصل على خليط بيشبه رمل البحر. شايفين العملية قد ايه سهلة وجدا جدا بسيطة، ما رح تاخد معنا لا وقت ولا جهد. بعد هيك رح أحط كوب وربع من الماء الدافئ، ماء دافئ مش ماء ساخن، وأحاول أعجن شوي شوي بإيدي العجين. رح أعجن العجين لمدة 10 دقايق. بدي هون أنا خيوط الجلوتين تتداخل عندي وتطلع معي عجينة هشة رائعة لينة، وتطلع ولا أروع من هيك قوام. لاحظوا العجينة سهلة، ما رح تاخد معي أكثر من هذا القدر من السوائل. إذا استعملتوا نوعية الطحين فاخرة ممكن تطلع معاكم الطحين، أو الطحين الموجود عندكم يغب مي أكثر، فرح تحتاجوا معلقة بزيادة للخليط من الماء. هذا هو القوام اللي أنا رح أحصل عليه، ما بيلزق على الإيد، نوعا ما ناشف وسهل التشكيل. رح أخليه هلأ، شايفين أنا إيدي ما لزق عليها أي إشي، رح أغطيه بالنايلون الغذائي وأخليه لمدة ساعة أو نص ساعة بدرجة حرارة الغرفة. لازم الخليط عندي هون يرتاح تماما. إذا أنتوا لاحظتوا أنا هون ما حطيت لا خميرة لا باكنج باودر ولا بيكربونات الصوديوم ولا أي مادة رافعة. الحشو أنا هون بهذه الوصفة رح أستعمل الحشو اللي هي حشوة اللحمة المفرومة. ممكن نحشيه جبنة، ممكن نحشيه خضار حسب رغبتنا. حطيت الزيت الزيتون، البصل المفروم ناعم. طبعا هون الريحة ما رح أحكي لكم ولا أروع من هيك. نحن بهاي الوصفة، وصفة عجينة الباف، نقدر نستغلها بأنواع كثير زي ما أنا ذكرت لكم من الحشوات. ممكن حشوة اللحمة المفرومة، ممكن حشوة الدجاج، ممكن حشوة الخضار مع الجزر والبازيلا، وممكن كمان حشوة ميكس الأجبان كمان تطلع ولا أروع من هيك. أنا هون بعد ما دبلت البصل رح أنزل باللحم. طبعا أنا حطيت هون تقريبا كيلو من اللحم. عملت ضعفين كمية العجينة صراحة أنا عشان أفرزهم لشهر رمضان الكريم. مجرد ما رح أشوح تشويح سريح اللحمة، لأني ما بدي السوائل تطلع أو اللحمة تفقد السوائل تاعيتها وتنشف. لا، أنا مجرد ما رح بحركها بطريقة سريعة رح تلاحظوا إنه اللحمة أعطتني لون رائع وحبست السوائل بقلبها وظلت طرية وطعمتها جوسي ولا أروع من هيك. شوفوا بالقلاية ما في عندي أي قطرات من الماء. لاحظوا معي، حبيت أفرجيكم هذا الشيء. هذا الشيء بيعطيني نتيجة جدا جدا رائعة. بهاي المرحلة بنزل بالبهارات. نزلت أنا هون بالبهارات السبعة المشكلة، نزلت كمان عندي هون بالزنجبيل. البهارات هون نحن بنقدر نبدع فيهم حسب رغبتنا. حطيت الملح وأكيد كمان فلفل أسود. رح أحرك كل البهارات هاي مع بعض وبتكون صارت معي جاهزة. ممكن نضيف عليها بقدونس، ممكن نضيف عليها أي نوع من أنواع المكسرات مثل الكاجو، مثل الصنوبر، مثل الجوز. هذا الشي بيرجع لنا. المهم الحشوة تكون باردة تماما وقت الحشو. هذه هي العجينة بعد ما ارتاحت عندي لمدة ساعة. شوفوا ما شاء الله العجينة مرتاحة بشكل تام. قطعتها ل4 قطع. رح استعمل القطاعة اللي ظاهرة عنا خلال الشاشة، ورح استعمل قالب التشكيل اللي هو على شكل نص هلال كمان بهذا هاي الوصفة. رح أرش رشة خفيفة من الطحين وأبدأ أفرد عندي على الكاونتر العجين. العجينة لينة مرنة ارتاحت بما فيه الكفاية، فرح تساعدني بالمد
ما رح تاخد من وقتي كتير ولا رح تاخد حتى من جهدي أي شيء. بكفي رشات خفيفة من الطحين على الكاونتر وبتسهل علينا العملية بكل أريحية. هون نحن بنقدر نلعب بخمر العجين، بس صراحة إذا كانت رقيقة بتعطيني نتيجة أروع وأروع من ما تكون العجينة خميلة. أنا هون شايفين العجينة هي هذا الشكل القوام اللي أنا أخذتها، فرح أبدأ أقطعها هلأ لدوائر صغيرة أو دوائر حسب حجم القطاعة الموجودة عندي. ممكن كمان نعمل التشكيلات يدويا من غير استعمال كمان القطاعة أو الأداة اللي بتعطيني شكل السمبوسك. رح أبدأ عملية الحشو. رح أخذ قطعة من العجين وأحطها على الأداة، أفردها، أحاول إن أوصلها بقدر الإمكان على الأطراف بالشكل اللي ظاهر عنا خلال الشاشة. رح أبدأ بحط كمية وفيرة من الحشو، ونحن هون كمان بنحشيها بشكل كتير منيح عشان كمان وقت القلي العجينة بتنفخ، فنحن بنحتاج حشو تكون فيها وفيرة عشان الواحد يحس قاعد عم بياكل حبة ما شاء الله مليانة. بعد ما أنا أحشي العجين، مهم جدا، خطوة جدا مهمة، إني أحط أطراف أصابعي بالمي وأحط على داير ما يدور العجين عشان العجين تسكر معي بشكل كلي، ما تفتح وقت القلي أو وقت التفريز. بعدين بسكر، بضغط عليها ضغطة محكمة، بتطلع بالطريقة هاي، فبتطلع عندي العجينة الزايدة، بشيلها بالطريقة اللي ظاهرة عنا كل بقايا العجين بالشكل اللي ظاهر عنا خلال الشاشة. وهيك بتكون عندي السمبوسة جاهزة. رح أعمل كل الكمية بنفس التكنيك، كل الكمية بنفس الخطوات، إن كانت حشوة اللحمة، إن كانت حشوة الجبنة، إن كانت حشوة الدجاج أو الخضار، بنفس التكنيك بنفس العجين، بتعطيني رائعة جدا. شوفوا ما شاء الله الشكل ولا أروع من هيك. أنا كمان رح أعملها زخرفة، رح أمسك كل قطعة من العجين ألفها على بعض بالشكل اللي ظاهر عنا خلال الشاشة، هيك بحكم إغلاقها أكثر وأكثر، وبتعطيني كمان جمالية لحبات السمبوسك. إذا نحن ما عملنا هاي الخطوة وخليناها بالتسكير الأساسية لقالب السمبوسك، كمان ما بيفتح معنا أبدا. بس أنا بحب هاي السنبلة لقطعة السمبوسك، بتعطيني شكل جمالي ورونق كتير حلو لحبات السمبوسك. نشوف الشكل النهائي مع بعض. بعد ما أنا عملت الكمية، كل كمية العجينة اللي إحنا عملناها بتطلع لي هاي هي كمية من العجينة. أنا عملت ضعف المقدار، فعندي كمية تانية رح أفرزها. الحبات ما شاء الله رائعين جدا. إذا نحن حابين نفرزهم بنحطهم بالصينية بالشكل هاد، وبنرشهم بالطحين وبنحطهم بالفريزر مباشرة عبال ما يمسكوا، بعدين بنحطهم بقوالب أو بأكياس التخزين. عندي زيت غزير، الزيت ما يكون ساخن جدا، يكون متوسط الحرارة، وأبدأ بتنزيل العجين عندي. ليش نحن بنستعمل زيت متوسط الحرارة؟ إذا كان الزيت ساخن جدا رح تنحرق حبات السمبوسك وما رح تنتفخ معنا. إذا كان الزيت بارد جدا رح تفتح حبات السمبوسك. بالطريقة هاي حبات السمبوسك ما شاء الله نفخوا، شايفين معنا بالطريقة اللي ظاهرة عنا خلال الشاشة، كل حبة نفخت. البابلز اللي بيطلع هذا نتيجة نجاح الوصفة 100%. نخليهم يتحمروا باللون اللي نحن حابينه. بنقدر زي ما نحن ذكرنا نطلع الحبات من الفريزر مباشرة للزيت الساخن وبنقليهم وقت الصيام. أخذوا معي اللون الذهبي اللي طالع عنا بالشاشة ما شاء الله. بشيلهم على ورق النشاف وبنقدمهم على سفرتنا بشهر رمضان بأطيب وصفة لسمبوسك الباف ممكن تقدميها لعائلتك. لون وقرمشة وقوام وطعم بياخد العقل. رح أفرجيكم شكل التقديم، حبيت أقدم لكم إياه بالشكل اللي ظاهر عنا خلال الشاشة. يعني إذا عاملين عزومة أو عاملين سفرة رمضان بعدد عائلي، فالكمية تطلع جدا وفيرة وكمية جدا كافية. صحتين وهنا على قلوبنا وقلوبكم. ما تنسوا تتركوا لي دعوة صالحة وكومنت رائع من كومنتات اللي نحن تعودنا عليها. صوما مقبولا وإفطارا شهيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.